الرجاء الرياضي وفريق اولمبيك اسفي. الفريقان اللذان بحثا من اجل الظهور بصوره قويه. الرجاء الرياضي وفريق اولمبيك اسفي عن مؤشر الجوله رقم 19. الانطلاقه بملعب العربي الزولي وقاد للمباراه عن سبين بولفيك. هنا المحاولة الهجومية عبد الله ديارة رفقة ابراهيم بحراوي من خط الامامي الاستلام، ولكن بعد ذلك يضيع فرصة من اجل التسجيل. ابراهيم بحراوي في الخط الامامي كان قريبا من وضع الكرة في الشباك. بعدها فريق الرجاء بحث عن كرة في العمق، خافي كان قريبا لكن كرة الى خارج الخط الخلفي للملعب. الرجاء صابر بوغري تمريرة ممتازة. ساخو عثمان يويئة، حسين رحيمي يصوب والكرة في الشباك. حسين رحيمي يعلن عن الهدف الأول في المباراة، 1 مقابل لا شيء. صابر بوغري نرفع كرة بشكل ممتاز. ساخو عثمان يويئة وحسين رحيمي يضع الكرة في الشباك. من أحداث الجولة الأولى أنه عبد الله ديارة تلقى بطاقة صفراء ثانية، الشيء الذي جعله يغادر اللقاء بطاقة حمراء. ينتهي الشوط الأول هدف 1 مقابل شيء. الرجاء يتقدم على حساب فريق اولمبيك اسفي. اولمبيك اسفي هذه عملية هجومية لصالح فريق اولمبيك اسفي وتسجيل على هدف التعديل، لكن الحكم يعلن على تسلل بعد العودة إلى تقنية الفار. لاحظوا هنا الإشارة ديال الحكم والإعلان عن تسلل. كتبقى النتيجة هدف 1 مقابل لا شيء. تقدم ديال فريق الرجاء الرياضي على حساب فريق اولمبيك اسفي. تبعوا العملية الهجومية. لاعب صابر بوغري تمريرة في الجهة اليمنى، اختراق ديال لاعب بولستو، ثم بعد ذلك تصويبة والحارس في المكان المناسب يتمكن من ايقاف هذه الكره. فريق اولمبيك اسفي عن طريق اللاعب راحولي، انطلاقه هجوميه، محاوله بهذه فيها اختراق مجرد كيصوب والحارس يبعد الخطر من احرار. كره كان بالامكان ان تكون في الشباك لولا براعه الحارس مدير حراره. خطا على مستوى التمرير. فريق اولمبيك اسفي الانطلاقه من الجهه اليمنى عن طريق اللاعب راحولي، تمريره عرضيه دخول داخل منطقه الجزاء وراسيه ديال اللاعب عبد الرحمن الساك يتمكن من التسجيل. هدف ديال التعديل، هدف 1 داخل كل مرمى، وهي النتيجه النهائيه لهذه المقابله. واحده من المباريات القويه. لاحظنا كيفاش كانت المقابله، هدف داخل كل مرمى، نتيجه نهائيه لهذا اللقاء.